السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصحابي وحبايبي في ديليشس فود. النهاردة إن شاء الله عندنا وصفة ممتازة 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 وسريعة جدا 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 في التخسيس، وهي وصفة خطيرة جدا وبدون رجيم وبدون تعب، وفي خلال شهر واحد بس هيتغير جسمك 80 درجة. الوصفة دي جاية من مجلة أمريكية، أنا مش جايباها من عندي ولا اختراع من مخي، لا دي وصفة من مجلة أمريكية، مجلة الصحة الغذائية الأمريكية. الوصفة دي كاتبها دكاترة أمريكان، جربوها وعملوها ونفذوها وجابت معاهم نتيجة مذهلة، وأنا هقول لك على الخلاصة. أول حاجة هناخد كوبايتين مية الحجم ده، كوبايتين مية الحجم ده، دول كوبايتين. هناخد كوبايتين مية الحجم ده، هنحطهم في حلة على النار أو كزرولة على النار يغلوا. بمجرد ما هيغلي كوبايتين المية هنبشر الليمون، لو عندك ليمون اصفر كبير، الليمون قضاليا او الليمون اللي هو العادي بس اصفر كبير، تبشريها كلها. لو ليمون صغير هتاخدي مثلا على قد 2 أو 3. هنبشر الليمون، هناخد بشرة الليمون ونحطها تغلي في المية. بعد المية ما تغلي هنحط بشر الليمون وهنسيبه يغلي تاني، وبعد ما هيغلي تاني كويس قوي، لو عندك القرفة عيدان خشب هتحطي عود قرفة واحد، لو مش عندك هتحطي معلقة قرفة كبيرة زي كده معاهم، يغلوا كويس قوي مع بعض لغاية لما تقصر وتتقل ولونها يتغير يبقى لونها غامق. بعد كده بمجرد ما هطفي عليها النار هفضي ظرف شاي اخضر، شاي اخضر، ويا ريت يكون نوعيه جيده، نوعيه ممتازه، نوعيه تكوني انت واثقه فيها. ما يكونش شاي اخضر كده من عند العطارين او شاي اخضر كده مخلط، لا تكوني انت واثقه منه كويس قوي. هتفضي الظرف، هتفكيه وتكبي اللي جواه مع المغلي اللي هو قشر الليمون والقرفه، وتسيبيهم يغلوا مع بعض كويس تاني وتقلبيهم كويس قوي، وبعدين تطفي عليهم وتسيبيهم 10 دقايق، وبعدين تطفي عليهم وتسيبيهم 10 دقايق. يبقى هنحط في الميه، في كوبايتين الميه هنحط بشر الليمون، هنحط معلقه القرفه والشاي الاخضر بس بالتدريج. اول حاجه هنحط الليمون، قشر الليمون، قشر او بشر الليمون يغلي كويس قوي، نحط القرفه يغلي كويس قوي، نحط الشاي الاخضر يغلي كويس قوي، نطفي عليه ونسيبه 10 دقايق، وبعد كده نرفعه في الفريزر. هنرفعه في الفريزر. بعد ما هنرفعه في الفريزر قبل ما يتلج، يعني وصل لدرجة ان انت كأنك هتشربي كوباية مية ساقعة مشبرة، قبل ما يتلج تنزليه من الفريزر وتصفيه وتشربيها على الريق على الصبح، وهتشربيها على الريق على الصبح. بعديها بساعتين تبتدي تاكلي، ما تاكليش الا بعدها بساعتين، بعدها بساعتين. الكلام ده كلام علمي، كلام موجود في المجله الطبيه الامريكيه للتغذيه والصحيه، مش كلامي انا. بعدها بساعتين تبتدي تاكلي عادي، اكلك العادي. بس بقى محرج عليكي ايه؟ الوجبات السريعه، الفاست فود اللي انت بتشتريها من بره دي بلاش منها. ابعدي شويه عن الدهون، بلاش المقليات، بلاش المشروبات الغازيه، قللي شويه من السكريات، مع شويه مشي، حاجه بسيطه. يعني انا مش هحرمك من اي حاجه، تاكلي اكلك العادي، تغدي زي ما انت عايزه، تعشي زي ما انت عايزه، افطري زي ما انت عاوزه، بس ابعدي عن الفاست فود، الوجبات السريعه، الدهون، السكريات تقلليها شويه. تمشي حبتين 3، يعني لو مثلا في اليوم تمشي لك كل يوم نص ساعه، ربع ساعه، ساعه، وهكذا. تقللي من المقليات، بلاش خالص مقليات. ابعدي بقى عن الجبنه السايله، الجبنه المثلثات، الجبنه الرومي، الحاجات دي كلها اللي هي بتزود الوزن بزياده رهيبه. لا خليكي في الجبنه القريش، احسن حاجه الجبنه القريش. ده بالنسبه للفطار. الغدا اتغدي زي قلت لك زي ما انت عاوزه، وتعشي زي ما انت عاوزه، بس يا ريت بقى تعملي المشروب ده قبل الفطار الصبح بساعتين، على الريق الصبح بساعتين. ولو انت عايزه نتيجه اسرع تبان معاكي بسرعه رهيبه في اقل من شهر، هيبقى قبل الفطار وقبل ما تنامي بالليل، هتبقى معاكي رهيبه رهيبه رهيبه. جربيها وهتدعي لي ان شاء الله. تمام؟
هتجيبي حله زي كده، تحطي فيها كوبايتين ميه. انا لسه هعمل الوصفه. هحط كوبايه، ادي حطيت كوبايتين الميه اهم، احطهم على النار. هبشر الليمون وهحطه يغلي، وبعد ما يغلي هحط القرفه، وبعد القرفه ما تغلي هحط الشاي الاخضر، وبعد ما يغلوا كلهم مع بعض تمام هسيبهم في الفريزر. وبعد ما هسيبهم في الفريزر هبتدي اصفيهم واشربهم ساقعين. عايزه تحليها مفيش مشاكل، حليها بمعلقه عسل نحل اصلي، معلقه عسل نحل اصلي، ده لو عايزه تحليها. لو عايزه تشربيها كده يكون احسن ويكون اسرع في المفعول. تمام. يا رب النهارده وصفتنا تعجبكم، ويا رب يا رب يا رب تجيب معاكم نتيجه ومفعول حلو زي ما عملت معايا، وان شاء الله يا رب الكل يستفيد، ويا رب تعجبكم الوصفه. اذا عجبتكم الوصفه يا ريت تشتركوا في القناه وشيروا الفيديو ليوصل لاكبر ناس، كميه من الناس، عشان الكل يستفاد، بالذات البنات وبالذات بنات الكليات عشان يستفيدوا وتعم الفايده على الكل. يا رب وصفتنا تعجبكم، واذا عجبتكم الوصفه اشتركوا في قناتي وعشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.